اجري اجري اجري. احنا متأخرين. اخر ناس داخلين الطياره. بنجري خلاص. ندى علينا نداء الاخير. يا صباح الخير وصباح السعادة وصباح الحماس. آخر ساعات لينا في البرازيل خلاص قد دقت ساعة دقت ساعة العمل. دقت ساعة المهم المبادرة. انا عاوز حد يا جماعه يساعدني في شيل الشنط دي كلها. انا معايا تقريبا حوالي 9 شنط. انتوا متخيلين؟ انا لو مهاجر مش هيبقى معايا 9 شنط دول، ده غير الشنط الصغيره. فانا ما عندناش ما جبناش حاجة. ما نعرفش. كلها جزام محمود. محتاج حد يساعدنا يا جماعه من الاخر كده. انا مش يعني يساعدنا الله في الافراح ان شاء الله. انت يلا ميرا لوحدك. انا يا دوب اشيل بنتك والسترولر بتاعها وتشيلي مسؤوليه نفسك. واشيل مسؤوليتي يا واثقالي. سي هاي سي هاي فانز. سي هاي فانز. هلو ازيكم؟ عامله ايه؟ عاملين ايه؟ كلهم رايحين فين النهارده؟ قولي لهم. دبي. رايحين دبي. هتعملي ايه في دبي؟ هنروح الايربلين. اوكي طب يلا نروح. يلا بينا. احنا مستعجلين. يلا انت هتقعدي الايربلين نكمل بره. يلا نكمل. بسم الله ربنا الرحيم. خدي ميرال. انا اخذ ميرال وباي باي. ايوه انت ايه؟ وانا شكلي عيش مع الشنط. هاي انت بتهزري. والله. يلا يا جماعه. يا جماعه عندي جيب ولا حرام هرجع اساعد. هرجع اساعدك. انا كنت اساعدك. ساعديني بعد ما طلعت. لا والله صعبت علي ما اقدرش. معلش. طب يلا بينا. يلا الجر دي عشان خاطر انا جر الثانيه باذنك يعني. ربنا يغرينا كلنا اذا سمحتي. لا يلا بينا. يلا يا حبيبي يلا. هي ماشي الطيارة. احنا قعدنا جنب المطار على طول. يعني المطار 5 دقايق. كم من هنا؟ 5 دقايق. يلا عشان ايه ما نتأخرش. لا احنا دايما بنتأخر على الطيارة. المرة دي لا هوتيل ترانزيت اصلا يعني. ايوه. قال لهم محمود عندكم سويمين بول. قالوا له ده ما فيش فاسيلتي فيه اصلا. تيجي تنام اتكل على الله. تعالي يا ميرال. يلا بينا. بسم الله. يلا انا وصلت. محمود وصلنا اللوبي. يلا يا محمود ايه نفتح شويه عشان لبل ما يجي الباص. لانه احنا بالشنط اللي عندنا ما ينفعش معانا غير الباص. هو حلاوه الهوتيل ترانزيت ده ان بيكون فيه باص اصلا تابع للهوتيل بيتحرك كل ساعه بيوصلك للمطار. ايوه فدي حاجه جميله جدا يعني من ضمن الفاسيلتي بتاعت الفندق. هي دي الحاجه الوحيده اللي موجوده في الفندق. احنا يا جماعه لسه بنستنى الباص. اتاخر شويه. أجيب لك باص. ايه نجيب لك باص. يا الباص هيوديكي فين؟ يا الباص هيودينا فين؟ انت مين؟ انت ماما، انت محمود، انت ميان. انت وماما، انت ومحمود، انت وميرال. يس. شفتي ميرال بتقول انت يعني عندها ميرال الضماير. يعني انت بتقول له انت، يعني انا بتقول انت، بتقول انت وانت، يعني انا وانت. خلاص جاهزين. انا جاهزين. جاهزنا. معانا تريلين شنط. انا مش عارف هنوصل بيهم دبي ازاي بس ربنا ييسر. مثلا ناس كتير بتيجي تعمل ترانزيت هنا. يعني ما شاء الله الاوتيل فل من امبارح والنهارده. الناس هنا بتيجي ليله وتمشي هدول المكان هنا. الفندق هنا عباره عن ترانزيت. فكل الناس اللي جايه على امريكا اللاتينيه لازم بتنزل على ساو باولو. ساو باولو يعتبر المحطه المركزيه بتاعه امريكا اللاتينيه. يعني لو حد رايح الارجنتين، حد رايح تشيلي، حد رايح اي دوله من دول امريكا اللاتينيه فلازم يجي على ساو باولو ويغير طياره. فممكن تكون طيارته بتبقى تاني يوم. عشان كده المطار حوالين منه حوالي بتاع 40 50 فندق. يلا بينا الباص جه. يلا ميرال. يلا الباص جه. يلا الباص جه. نتحرك دلوقتي على الباص. ناس كتير مستنيين. يلا يا محمود. شاهد راحت الطيارة. بقول لك الطيارة جنبنا على طول. محمود بينقل الشنط. محمود ايه اخبار ضلوعك؟ ما اعرفش هجيبها او هحط الباقي فين. ايه اخبار ضلوعك؟ انا ضلوعي رايحه. وخلاص جت اللحظة الأخيرة. ايوه راكبين الباص ورايحين على المطار بإذن الله. ميرال بإذن الله. ميرال مشغولة. ميرال
ميرا رايحه فين يا ميرا؟ الباص كي اخذناه والله الباص حلو. رايحين الايربلين. حلو الباص عامل ازاي؟ جميل والله. حاجه كده 5 نجوم دافعين برضو. احنا دافعين. صارفين مكلفين. انا صارف ومكلف. عيب عليك. فايه يعني البرازيل هنا ما تجيلهاش غير لما يكون امورك كويسه. امورك لو مش اي كويسه بلد يا محمود ما تحاولش ان انت تاخد العيال وبتاع مش عارف ايه. تكاليف عاليه جدا عشان خاطر تعمل الحركات التنقليه دي، فلازم تكون عامل حسابك مبدئيا. الحمد لله وشكر لله. يلا لازم تكون عامل حسابك قوي. محمود دلوقتي ايه خلاص في العد التنازلي. خلاص انا استويت. بصوا استويت كده على الجنبين. عايزين نجيب. ما تجيبيش، ما مش هنجيب حاجه. انا ده حالتي مع محمود الايام النهارده مش هنجيب. قالوا لما هنسافر هنجيب ما تجيبيش. معاكي 6 شهور تاني غير ال6 شهور دول ما تطلبيش فيهم اي حاجه والله. كل ما اقول له هنجيب لغايه معوض جرح ال6 شهور دول. لا انا رايحه ارجع لمطاعمي وارجع من رايحه احلى جو دلوقتي انت الامارات. هتقعدي في البيت هتاكلي بيض وجبنه. يلا بينا نتحرك على المطار. يلا ان شاء الله باذن الله نشوفكم في المطار. ليتس جو يا جماعه. احنا وصلنا للمطار بس ايه وصلنا المطار. اتلبخ ده بالشنط. بص محمود شايل دول بيجر شويه دي ويوقف ويجر شويه الثانيه ويوقف. انا بص هعمل فيك حاجه بعد كده بالله. جزمك من ساعه ما نكشت شعرك وانت ايه وانت محدش عارف يكلمك. والله كل ما اتكلمت تقول لي جزمك 9 شنط فيهم جزم. انا ما فيش غير شنطه واحده فيها جزمي بس، والباقي كله اصلا انا مش عارف فيه. ما اعرفش ملابسك بقى. لو جايبين حلل واطباق ما كانش هيبقى 9 شنط بالشكل ده. والله ما اعرفش. انا ما اعرفش ايه محتواهم. انا حرفيا بتحاسب والله. ايوه انا اروح دلوقتي مستنى عشان القطنيه نص ظهري. بص من هنا كده نص ظهري من هنا. نص ظهري من هنا كده اتكل على الله. الله يخليك. طب اي حاجه كده اي دلع اي كلمتين حلوين. كنت موتة حلوه والله. كنت موتة يا حلوه. المهم عايزين نشوف لنا مكان نقعد فيه. المهم يا جماعه قولوا لنا احنا صغرينا في البرازيل. صح انا صغرت. انا حاسس ان بصوا كده. دلوقتي انا نشوف التشيكن الاول يعني. انا عايز اشوف مكان اقعد فيه واكل فيه. نص ساعه. المشكله بقى ان اللاونج موجود. احنا في تيرمينال 3 واللاونج بتاع هنا موجود في تيرمينال 2 اللي تقدر تدخله قبل التشيك ان، لان التشيك ان لسه ما فتحش واحنا جايين قبل الطياره ب6 ساعات. ايوه حاليا دلوقتي 6 ساعات او 7 ساعات قبل الطياره ب7 ساعات. فاللي هو نظام اللاونج قالوا لنا هيفتح بعد ساعه. قصدي التشيك ان هيفتح بعد ساعه. فاحنا مستنيين تشيك ان هنا في تيرمينال 3 عشان خاطر نخش اللاونج اللي بعد الباسبورت كنترول. في لاونج هناك في تيرمينال 2 ولكن 10 دقائق مشي قلنا هنروح نيجي على ساعه. عندي فكره. قولي. المشكله انا همشي بالحاجات ازاي قبل ما تفكري. لا استنى يا ابني استنى. احنا هنعمل تشيك ان يعني بعد نص ساعه وبعدين ونروح نشوف اللاونج اللي تحت. ايوه وبعدين نيجي اللونج ده. احنا ما اللي انت ما تعرفوش اصلا لازم بين اللاونج واللاونج يكون في ساعتين. يعني لو عملتي تشيك ان في لاونج لازم تقعدي ساعتين عشان خاطر تعملي تشيك ان في لاونج. احنا ورانا ايه ساعتين يكون لسه طيران. احنا دلوقتي تشيك ان عندنا 8 صح؟ قصدك ايه دلوقتي؟ التشيك ان 8 حلو. بعدين هنعمل تشيك ان وننزل 9 10. حلو. اهم ساعتين. يعني نقعد في اللاونج 9 10 11. نقعد في يعني قصدك نحط الشنط وبعد كده نروح اللاونج اللي بره. ايوه نكتشف. وبعد كده ما عجبناش بقى نقعد مقهورين ونبكي بقى ونبكي على اللاونج اللي فات. مريم عماله تدخل الVIP على حسي بتتدلع. ماشي. مريم سابتني وراحت الحمام عشان خاطر ميرال، وانا قاعد بقى مستني البوردنج عشان خاطر يفتح، والموضوع شكله مطول حبتين فقلت ادردش معاكم شويه. مبدئيا يا جماعه البرازيل خيار جميل جدا بالنسبه لاي حد بيفكر ان هو يجي سياحه. تمام. وموضوع الهجرة ده نبقى نتكلم عليه في فيديوهات تانية لو حد حابب ان هو يهاجر للبرازيل او ايه ممكن الفرص اللي ممكن يلاقيها في البرازيل. نبقى نعمل لها فيديوهات لوحدها الفترة الجاية. ولكن بالنسبة للسياحة البرازيل بلد تعتبر رقم 1 في السياحة في امريكا اللاتينية كاملة. زي ما انتم شايفين المطار بتاع ساو باولو عامر ومليان من البشر من جميع انحاء العالم، بيملى ويفضى بيملى ويفضى تقريبا في الثانية. انا شايف تقريبا طيارة جاية كل 4-5 ثواني. واجهة جميلة جدا. هنتكلم في تفاصيل الفترة الجاية كتيرة جدا عن البرازيل او المعيشة في البرازيل، ويعني هلخص لكم
طول الست شهور اللي انا كنت موجود فيهم هنا في البرازيل، ايه اللي حصل معايا وايه الحاجات اللي واجهتني ايجابيات وسلبيات، واعمل لكم فيديوهات مفصله زي ما عملت لكم فيديو قبل كده، بس هيبقى فيديو مخصوص نتكلم فيه عن البرازيل ان شاء الله باذن الله. مكملين السلسله وهنخش دلوقتي على التشيك ان اول ما يفتح، وباذن الله هننتقل على اللاونج. خلصنا التشيك ان وبقينا احرار. ايوه ده اهم على القلب. يا لهوي، انا ما صدقت ارتحت من الشنط دي كلها. مش فاضل معايا غير شنطه هي على ظهري وشنطه في ايديا بس كده. فتعالوا نخش عند الجماعه اللي هناك دي. ايوه هنا في الدخله. محمود اهو بيسجل عشان نخش. هنا اللي عندهم اطفال عندهم اولويه في كل حاجه. دخلنا على طول في البريوريتي عشان خاطر طبعا انت معاك اطفال فبتدخل على طول في شق البريوريتي. لما جينا طالعين نفس الشيء يعني طلعنا بسرعه. ندخل على طول بريوريتي. هندخل نختم على طول دلوقتي. الصف اللي هناك فيه تقريبا حوالي 400 واحد. احنا هنا تقريبا 5 6 هنكون معديين. ميرال عايزه تروح ايربلين. عايزه ايه؟ ماشي قولي له ماي فريند. عايزه توصل للطياره. ميرال زهقانه. المهم ان احنا الحته اللي احنا داخلينها دي باسبورت كنترول، ممنوع التصوير. نلاقيكم بعد الختم. هلا والله. طبعا يا جماعه بنشتري هدايا للناس اللي وقفت جنبنا بس مش حد تاني. ايوه الناس الجدعان اللي وقفت جنبنا بس. هم اللي هيوصل لهم هدايا، غير كده احنا مش هنجيب لحد حاجه. عشان خاطر انت وقفت معايا. ايوه واقفه جنبك اهو. اذا كان كده ماشي. اختار يا ست البرفيوم اللي عاجبك. ماشي يلا الجانب يضحي. اغلى واحد بقى. اشتريت لك اللي نفسك فيه. ايوه وجبت هدايا للناس اللي بتحبيهم. ايوه والناس اللي وقفت جنبنا. ايوه اكيد لانه الحاجه للناس المضمونه الرجاله الاصليه والجدعان في المطار، بس. فاحنا بنحب نجيب المطار. الحريم الرجاله والرجاله برضو الرجاله. حريم ايه الرجاله؟ حريم ب 100 راجل. يلا وصلنا اللاونج اخيرا يا جماعه. وحاضر يا دادي هتسكت. هفتح لك دي دادي. ميرا اوكي ميرا عطولها لعبه في اللاونج فلازم ان هي افتحها لها دلوقتي حالا. ما ينفعش وهي بص. تستنى. ما تستناش الموضوع لا ينتظر. اوكي يلا وريني الفن بقى. بص اهو خلاص كده جاهز. يلا ناكل يلا إحنا بقى يلا عشان خاطر في أنا ميه وفي حاجات كتيره طب يلا عندك بص يلا نقول بسم الله. ايه ده ما تقوليش ان هو ده غدا. اي حاجه المهم تاكل. عايز لحمه بس. ما شاء الله اللاونج حلو. حلو انا هجرب دي. ده ايه ده؟ مش عارف بس هي شكلها يا فراخ. رب انت هتودينا في داهيه. شكلها فراخ ودي لحمه. والله اللاونج شكله حلو. دي لحمه. دي لحمه. دي لحمه. اوكي أنا والله عايزة حلو يا جدعان. الدنيا لذيذة. دي فراخ برضو بس بشكل تاني. ما اعرفش الحاجه أقرأ بتاعتنا فين. يلا يا محمود بسرعه هلا والله. بسرعه. اخرنا تخيلوا اخر ساعه قعدنا في الديوتي فري بنشتري وخدنا الوقت واو على اخر ودمرنا. ساعه جينا ناكل. ثواني ميرا يا دوب حاضر اجيب يو. فاضل نص ساعه والبوردنج جيت يتفتح. ايوه فالمفروض دلوقتي بقى احنا ايه؟ احنا دلوقتي بنجري. المفروض احنا في طريقنا. بناكل ما اعرفش انا باكل في برمي ولا بس انا لازم هنا املى في اللاونج. بس اللونج أفول. بتاعهم حلو. اللاونج جامد ملوش حل في كل حاجه. وبصي الثلاجات ورانا خد براحتك زي ما انت عاوز. كنزات في لاونجات تاني يكب لك فاتح أيوة. ازازه ويقعد يكب لك. فين لقينا كل ما اللونج تبغى. اللي كان فاتح ازازه؟ اللاونج اللي كان فاتح ازاز وكان مانع كان في تركيا. فين بعض المطلب؟ ميرا تعال. كان في تركيا يكب لك كل ما تعوز يكب لك عشان ما تاخدش تطلع بيه على الطياره. يلا ناكل عشان ايه بسرعة عشان ورانا طيارة لحسن تفوتنا يا محمود. احنا نقعد هنا نحش ايس كريم على الشوكليت قالك ما اعرف شنو. يلا يلا تدفع علينا الطيارة يا باشا الطياره ما تقدرش تطلع من غيرنا. ايوه مستحيل تطلع الطياره من غيرنا اصلا فما تقلقيش. نقعد بقى نقعد. انا اتحداك ايه؟ اتحداك. بتحديني؟ لا اتحداك مستحيل تطلع. المهم خلاص خلصت. هو احنا باسنجر عاديين راكبين الطياره يعني؟ اجري 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 متأخرين. اخر ناس داخلين الطياره بنجري خلاص. ندهوا علينا نداء الاخير. اوف واحنا كنا قاعدين في اللاونج. والله بس الصراحه الايس كريم حلو يا جماعه يستاهل. يستاهل الايس كريم بصراحه. يستاهل.
واحنا ماشي. بنجري. ايه ده كل ده لغايه دلوقتي ما ما فيش نزلناش؟ حد يا محمود، ايه؟ الدنيا هي واحنا الطياره كلها دخلت اصلا وحملت. ده تقريبا كانوا هيقفلوا الباب دلوقتي. يلا بينا ممر السعاده بقى. يلا ادخلي ممر السعاده. ممر السعاده. ادخلي ممر السعاده. خليها بسلام. انه ممر السعاده. هو ده طياره ايرباص من ممر السعاده على رحله 16 ساعه. واخيرا الحمد لله على السلامة وصلنا في دبي. دبي. الحمد لله على سلامة اخيرا الوصول في أخيراً. دبي. نمنا نومة ما يلا. يعلم بها الا ده ربنا. احنا نمنا وقمنا ونمنا وقمنا ونمنا، كنا بنقوم على الاكل ونرجع ننام فعليا. بصوا ميرال، الحمد لله على سلامة الوصول. ميرال تعبت من القعده. ها؟ Give me my best. Give me my bag. اوكي. Which bag? Okay, I give it to you. It's a heavy. نروح بقى ايه؟ ما مش الله. عارف نروح. عايزة تروح؟ والله يا محمود وحشتني دبي، إيه؟ قلبي كده اتشرح. في دبي؟ ايوه. آه. نروح بقى Welcome back to our house.